السلام عليكم، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محمد علي من قناه نجرب وفيديو جديد. زي كل فيديو مش عايزين ننسى اخواتنا ان شاء الله من الدعاء، واللي مش مقاطع يقاطع، وده الدعم الوحيد اللي نقدر نقدمه لهم. في ناس سالتني كتير انت ما بتنزلش فيديوهات ولا بطلت ولا في ايه؟ فالفكره ان انا عشان بقالي اسبوعين او 3 تقريبا ما نزلتش فيديوهات طويله، ففاكر ان انا بطلت. بس الحقيقه هو في استراتيجيه كده جديده بحاول اعملها، ان انا بنزل فيديوهات شورتس مركز فيها شويه الفتره دي، فهي دي اللي بعدتني شويه عن الفيديوهات الطويله. لكن ان شاء الله احاول اجمع بين الاثنين، بحيث ان انا اعمل محتوى طويل وفي نفس الوقت يبقى فيه محتوى شورتس او الفيديوهات القصيره. فحاول انزل تقريبا فيديوهين 3 في الاسبوع، فيديوهات قصيره وفيديو طويل كل اسبوع. فاللي كان فاكر ان انا ما نزلتش فيديوهات الفتره اللي فاتت، لا، يبقى كده فاتك كام فيديو قصير كده. روحوا شوفوهم، هتلاقوهم على القناه موجودين. وكالعاده قبل ما نبدا الفيديو، اللي مش مشترك في القناه يشترك وفعل زر الجرس ولايكوكم الجميل. ويلا نبدأ فيديو النهارده. فيديو مختلف تماما عن الفيديوهات اللي بقدمها في القناة. هو طبعا فيديو وصفات وكل حاجة، وانا عملت وصفات كتير قبل كده، بس الفكرة ان انا هاخد الفيديوهات النهارده من التيك توك او الفيسبوك او اليوتيوب ونجربهم ونعملهم ونشوف هل هتظبط معانا ولا هتقلش. ففي الفيديو ده محتاجكم معايا كده في الكومنتات، بحيث اول حاجة طبعا بعد ما تتفرجوا على الفيديو للاخر تشوفوا هل الفكرة دي حلوة ونكررها تاني ولا لا. وخلينا نبدأ مع بعض. احنا معانا النهاردة 3 حاجات هنعملهم ونشوف. فخلينا كده نبدأ بأول حاجة معانا. وأول فكرة معانا هو فيديو من اليوتيوب، وده واحد كل فيديوهاته ان هو بيعمل ميكسات ما بين الحاجة الساقعة مثلا او المشروبات الغازية، وما بين مثلا مارشميلو، يحط عليها الحاجات اللي هي M&M's، الحاجات اللي هي دي. واحيانا بيحط مشروبات غازية مع مشروبات مثلا فواكه او عصاير، فميكسات كده مشوقة قوي كده، زي الفيديو اللي هتشوفوه هنا كده. فانا قلت هجرب ونشوف. فانا جبت مشروب غازي ومارشميلو، وادي الكوبايه اللي فيها تلج اللي دايما يعمل فيها المشروبات. انا جبت الوصفه دي بالكولا بميكس توت، ده شكله، وقلت اجربه. انا اول مره اشوفه بصراحه، فقلت نجربه كمان. وده مارشميلو. تعال نعمل الميكس ده ونشوف هل فعلا كل اللي بنشوفه على الانترنت نستاهل ان احنا نجربه، ولا الاحسن ان احنا نتفرج عليه ونتبسط بيه بس على شاشه التليفون. تعال نبدأ كده بالمارشميلو. ده مارشميلو بالفراولة. تعالوا نجرب في الأول. والله طعمه حلو أوي. يلا، حلو والله المارشميلو ده، ومصري، صنعه في مصر، ب6 جنيه أو ب5 جنيه. حلو أوي. طيب، ودي 200 مللي تقريبا ب10 جنيه. يعني المشروب ده لو ظبط هيبقى كله على بعضه ب15 جنيه. حلو أوي. تعالوا كده نجرب. بسم الله. انا بحب عموما الميكسات الغريبه دي، فيعني اللي ما بيحبوش ممكن يجرب اي حاجه تاني، يعني ممكن كولا عاديه باي نكهه تاني، مفيش مشكله. حلو. مش قوي، يعني طعم التوت مش قوي قوي، يعني اللي هو بيبقى لاذع ده، لا، على الهادي كده. اوه، تعالوا كده نجيب الشاليمو بتاعتنا ونجرب. طبعا مش عارف هل وجود المارشميلو ده هيفرق في الطعم. هو اكيد هيدي طعم يعني، بس هل هيفرق جامد في الطعم، ولا مجرد فيديوهات زي ما قلت لكم بتتعمل كده عشان يبسط الناس وخلاص. والله يعني اللون حلو قوي كده. طب تعال نسلك كده المعدة بالمشروب اللي لونه حلو وريحته حلوة. وتعال ندوق كده. بسم الله. بصوا، هو طعم المشروب نفسه زي ما هو، يمكن خد سنة كده من المارشميلو، بس يعني ما خدش طعم جامد. طب خلينا ندوق كده المارشميلو لوحده. يعني بص، هو الطعم ما اختلفش كتير، اللي هو الميكس اللي حصل ده ما فرقش قوي في الطعم، فالميكس ده ياخد معايا 6/10. تعالوا بقى نخش على الغويط، ودي اهم فقرة معانا، لان دي اللي فيها الوجبة الرئيسية زي ما بيقولوا، وانا متحمس لها قوي.
ايه يلا بينا. طب تاني فقرة معانا تقريبا وصفة ايطالي، لان المكونات اللي فيها حاسسها كده ايطالي شوية. يعني هنا مثلا زي ما انتم شايفين كده في الفيديو، البنت جابت لحمة مفرومة وعصجتها كده بالبلدي، وكان على العين التانية في البوتاجاز مسخنة مية عشان تحط حاجة اسمها تورتوليني او تورتيليني، حاجة كده ايطالي. لما بحثت عنها لقيت ان هي مكرونة محشية بالجبنة. فطبعا احنا ما عندناش الكلام ده، انا هعمل بالمكرونه عادي. وبعد كده حطيت عليها جبنه كريمي وجبنه موتزاريلا، حطيتهم كلهم على بعض. في صوص المارينارا. طبعا انا دورت في حاجه في السوبر ماركت اسمها صوص مارينارا، ما لقيتش، فانا افتكسته يعني كده. صوص المارينارا ده صوص حلو قوي، وكان دايما بيكون موجود في البيتزا بتاع دومينوز بيتزا. هو احسن براند بيبقى عنده صوص المارينارا ده، بس طبعا هو مقاطع دلوقتي. فاحنا هنعمل صوص المارينارا ونشوف النتيجه، ويلا بينا على المطبخ. في طاسة كده وبننزل باللحمة المفرومة بتاعتنا لغاية ما تفك كده من التجميد، بس يعني حاولوا ما تسيبوهاش كده زي ما انتوا شايفين عشان بتتحرق يعني. افضلوا قلبوا فيها، وعلى حلة كده على جنب بنحط فيها شوية مية تغلي، وأول ما تغلي بننزل فيها بكيس المكرونة بتاعنا. أما بقى بالنسبة لتعصيجة اللحمة أو تتبيلة اللحمة، فأنا بحط يدوب ملح وفلفل وشوية بهارات لحمة أو توابل لحمة. وبعد كده بنيجي بقى لصلصة المارينارا. انا حطيت 3 4 معالق صلصة عادية خالص، وكنت شفت على النت انه عشان نخليها او نعمل صلصة المارينارا دي بنحط شوية ملح وفلفل، بس مش هنحط عشان كده كده اللحمة فيها، وشوية توم باودر وبصل باودر وشوية زعتر، وبنقلب الخليط ده مع بعض. تمام. وبعد كده بنبدأ ننزل بالجبنة الكريمي بتاعتنا ونقلب. انا حطيت تقريبا حوالي 3 4 معالق كده لغاية ما اداني القوام الكريمي اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. وبعد كده بنزل بالمكرونة بتاعتنا اللي هي كانت استوت، وبنقلبهم مع بعض لغاية ما يتجانسوا كل القوام ده يتجانس مع بعض كده. نبدأ بقى نجهز الصينية بتاعتنا ونرص الكلام ده كله في الصينية. بعدين بنحط على الوش الموتزاريلا بتاعتنا، وبتدخل الفرن 10 دقايق على اعلى درجة حرارة في الفرن. رجعت لكم بعد ما سوينا الصينية في الفرن، وتعالوا نشوف. انا متحمس جدا، متحمس. مش متخيل الروايح الزعتر عامل حالة فظيعة يعني بصراحة. ريحة مشهية جدا. بس مبدئيا كده يعني التعليق المبدئي على الشكل هو ان هي كانت محتاجة موتزاريلا اكتر من كده شوية، بس يعني خلينا برضو ندوق كده ونشوف. اوه، واو، اوبا. لحظة الحقيقة، وتعالوا ندوق ونشوف. بسم الله. مم. 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 الوصفة دي تحفة. كنت متخيلة ان هي تطلع مثلا مكرونة بشاميل، مكرونة بلحمة مفرومة، بس لا، طلعت مختلفة تماما يعني. خلينا ندوق حتة كمان. لا بصراحة الطعم والتوابل والملح والفلفل وكل حاجة مظبوطة فيها، هي بس كان ناقصها فعلا شوية جبنة موتزاريلا زيادة كده تدي يعني طعم، خصوصا زعتر عامل طعم رهيب مع طبعا الصوص المارينارا ده اللي احنا عملناه. الميكس كله على بعض بصراحة تحفة. انصحكم تجربوها. طيب تعالوا نروح كده لفقرة الحلو اللي معانا، وهي تالت فقرة واخر فقرة، ونشوف الحلو معانا ايه. يلا بينا. طب تالت فقرة معانا زي ما قلت لكم هي فقرة الحلو، واحنا في فقرة الحلو دي هنعمل حاجة اسمها، يعني ده انا اللي سميتها يعني سينابون الغلابة. وزي ما انتم شايفين كده في الفيديو، في الفيديو راح جاب التوست وراح قص الاطراف كده ولفها كده دوائر زي السينابون، وعملها بخلة وقالها في شوية زبدة وقرفة وحط عليها صوص، وبالهنا والشفا. عجبتني الفكرة ان هي بسيطة وافتكاسة كده. يلا نشوف. طيب جبنا 2 توست ومعانا المقص، ويلا نبدأ كده نعمل زي ما عملوا في الفيديو، ان هم راحوا مقصين كده الحواف. طيب هو المفروض كده هم قفلوها بخلة او مسكوها بخلة بعد ما عملوها دايرة. فنحاول نعمل دايرة كده على قد ما نقدر. بسم الله.
طيب، ادي اول خطوة ان شاء الله ناجحة، ونعدي فيها كده الخلة بتاعتنا. تمام، حلو اوي يا مسهل. اللي بعده، طبعا هو الشكل مش منتظم اوي يعني، بس مش دي مشكلتنا خالص. المهم ان هي تنجح، وبعد كده موضوع تظبيط الشكل ده ايه، سهل. يا سلام، حلو اوي الكلام ده. يلا بينا بقى نخش على المطبخ ونشوف الخطوة المهمة. ما لقيتش عندي زبدة في طاسة كده، ونزلت بشوية سمنة بلدي كده من اللي هم ايه قلبك يحبهم. وبعد كده حطيت كده حوالي تقريبا معلقة قرفة، وحتة كده من عندي رحت حاطط شوية سكر، يعني يدي شوية كرملة كده زيادة. ورحت نزل بالسينابون بتاعنا او السينابون الغلابة يعني، واديتها تقليبة وعلى الطبق، ويلا ندوق. رجعت لكم تاني كده بالسينابون بتاعنا، بس عايز اقول لكم الريحة فظيعة، ريحة القرفة مع السكر. انا حطيت سكر كده اجتهادا من عندي يعني، بس الريحة حلوة اوي. وده الشكل طبعا، يعني هي عايزة شوية تظبيط. ونبدأ نزين عشان ندوق. انا جبت طعمين من الصوصات، طعم البلو بيري وبطعم الشوكولاتة، هنجربه ونشوف احسن صوص ايه. تعالوا نشوف كده بصوص البلو بيري. حلو اوي الصوص ده، مظبوط كده وقوامه حلو. بس طبعا طعم البلو بيري فيه ظاهر اوي يعني. تعال نشوف كده بصوص الشوكولاتة. مم. طعم الشوكولاتة بس الشوكولاتة البني مش الشوكولاتة الدارك. تعالوا كده لحظة الحقيقة ونشوف ده شكل كده الايه، السينابونية. تعال ندوق، بسم الله. واو، طعم حلو قوي يعني، طعم فعلا قريب من السينابون جدا. هنشوف كده الشوكولاتة. لا فظيعة، طعمها فظيع، وواخدة تحميصة كده، وطعم القرفة مع السكر مع الصوصات. فكرة صايعة قوي وحلوة قوي. طب ده كان فيديو النهاردة، فيديو بصراحة يعني انا مبسوط ان انا عملته. وتقريبا كل حاجة عملناها، او حاجتين يعتبر، صينية المكرونة والسينابون الغلابة، جامدين جدا. المشروب يعني مشروب منعش وخلاص يعني، لكن ما فيهوش فكره او افتكاسه. فانا شخصيا استمتعت بالحلقه. لو انتوا استمتعتوا بالحلقه يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، واشوف لايكاتكم كده، عشان لو حابين نعمل السلسله دي نعمل منها حلقات تانية اكتر. واللي عنده افكار معينه في الحاجات دي في الفود هاكس يعني، ممكن يبعت لي على الانستجرام او على الفيسبوك، ويشاركني معاه بشوية فيديوهات ونجربها هنا في القناة. فلو عجبكم الفيديو متنسوناش من اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي جاية. واللي بيتفرج عليا من فيسبوك متنسوناش من اللايك والشير ومتابعة الصفحة واكونت الانستجرام، هتلاقوا في صندوق الوصف بتنزل عليه حاجات مش بتنزل على اليوتيوب. واشوفكم فيديوهات تانية كتير، وشكرا ليكم. سلام.